اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل لكم اكله كده جميله وظريفه، وكله في حله واحده يا جماعه، كله في حله واحده. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. معانا دلوقتي آه معلقه من السمنه كده هتسيح معانا، ننزل بمعلقه من الفلفل الاسمر، ننزل بمعلقه من لوري والحبهان مطحون. خلاص كده نروح نازلين، خلاص ضمنا ان الحله سخنت قوي، بنروح نازلين بالفراخ بتاعتنا بالشكل الجميل دوت، والفراخ التقطيعه اللي انت عايزاها. خلاص اخدت لون من تحت كده، بنروح مقلبين فيها بالشكل القمر ده اهو، بالشكل الجميل دوت. خلاص قلبنا كده الفراخ بتاعتنا بالشكل الجميل دوت يا جماعه. خلاص بنسيبها بقى تعيش حياتها كده ايه في التتبيله. حطينا عليها ميه سخنه كده وسبناها تغلي، وحطينا الملح بتاعها. خلاص عملت الشوربه، رحنا شايلين منها الفراخ. نروح نعمل الفراخ بقى بالطريقه الجميله بتاعتنا. بعد ما نطلعها كده طبعا لازم نطلعها تتصفى شويه في مصفى، مش تطلعيها نشتغل فيها على طول، لا، نسيبها تتصفى شويه. وبعد كده بنحطها في صينيه، ونجيب اي صوص عندك. انا كان عندي صوص الباربيكيو، وعندي كمان وعندي كاتشب كمان هنشتغل بيه. يعني اللي انت عايزه تشتغلي بيه اشتغلي بيه. انا حطيت كاتشب وحطيت صوص الباربيكيو. فانت لو عندك مثلا كاتشب حطي كاتشب، عندك صوص الباربيكيو حطي اي صوص عندك. لو عندك حتى دبس الرمان ممكن تحطيه من على الوش كده، وتروحي جايه دهنه الفراخ بتاعتنا بالشكل القمر دوت. وكل اللي هتعمليه هتروحي جايه بعد ما تدهني وش الفراخ كده، تروح جايه حطها ايه تحت الشوايه، بس مش اكتر. هنسيبها بقى تعيش حياتها كده تحت الشوايه. وتعالوا نشوف في نفس الحله اللي احنا عملنا فيها الفراخ، شلنا منها الشوربه، ورحنا جايبين بصلايه كده حلوه كده بنت ناس، وحطيناها كده، وحطيت عليها ماده دهنيه، حطيت معلقه زبده، مكعب زبده، وحطيت حبه من الزيت. ماشي، يا دوبك كده دبلت معايا. رحت نازله دلوقتي بقرفة، ورحت نازلة ببهارات الكبسة. بهارات الكبسة دي بتبقى شاملة كل حاجة كل حاجة. ماشي، رحنا حاطينهم كده، ورحت ايه. وطبعا كمان بهارات الكبسة ديت بتغنيك ان انت تحطي كركم او كاري او الكلام دوت. وحطيت الملح الابيض، ورحت نازلة بالرز بتاعنا بالشكل القمر دوت. خلاص نزلت بالرز، هنروح مقلبينه بالشكل الجميل دوت. ومعايا الشوربة اللي احنا كنا لسه عاملين فيها الفراخ، هنروح نازلين بيها كده على الرز بتاعنا بالشكل الجميل دوت. معايا دول معلقتين من بودرة الزعفران، قلت احطهم تكون لون بس معايا، بس هو والله ما كانت محتاجة. ودلوقتي الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله خلص اهو. هنقلبه، شايفين شكله، شايفين لونه، طعمه بقى جربيه عشان تعرفي انت طعمه. انا وريتك دلوقتي شكله، وريتك لونه، وريتك الطريقه، انت بايدك بقى تدوقي الطعم بتاعه. دلوقتي رحنا جايبين الفراخ بعد ما اتحمرت تحت الشوايه، ورحنا حاطينهم كده على الرز بتاعنا. وكان الفيديو بتاعنا كده، ايه رايكم فيه؟ يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. مش تنسوا احلى لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد.